فرح ملغي في المونديال. يوم 7 يونيو 1934 لعبت ألمانيا مع النمسا على المركز الثالث في مونديال إيطاليا. البطولة كانت مضغوطة جدا، فده كان رابع ماتش للفرقتين في 10 أيام بس، ونتيجة لده منتخب ألمانيا كان عنده إصابات كتير خلت المتاح قدام مدرب ألمانيا وقتها 10 لعيبة بس. المدرب بعت يستدعي المدافع راينهولد مونسبرج اللي ما كانش سافر مع الفريق إيطاليا عشان ينضم للمنتخب بسرعة. مونسبرج اتصل بمساعد المدرب عشان يعتذر له انه مش هيقدر يجي لان فرحه كان متحدد في نفس اليوم ده. الراجل رد عليه وقال له الفرح ممكن يتأجل لكن كاس العالم لا، عشان مونسبرج يقرر فعلا يلغي فرحه ويسافر يشارك في المباراة. قبل بداية الماتش الحكم الإيطالي لقى الفريقين نازلين بنفس اللبس بالظبط، تيشيرت أبيض وشورت أسود، وفضل الفريقين والحكم في مفاوضات عشان يحلوا المشكلة دي لحد ما رسيوا إن النمسا هتلعب بتيشيرت أصحاب الملعب، ولعبت فعلا النمسا الماتش بتيشيرتات نابولي السماوي. ألمانيا كسبت 3-2 ومونسبرج رجع بالبرونزية عشان يشوف ميعاد تاني للفرح.